السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من ماغون غون توريزم. اول حلقه في ماغون غون توريزم اللي غنبداوها من داخليه ديال الطوموبيل وغادي تكون فيها ميناتور ما بيناتش، يعني غتكون مفاجاه. الطوموبيل اللي معنا اليوم كتبان بحال الكلاس جي في السوقه، ولكن هاد الكوسانات اللي اللور ما كينعسوش كثر، دونك الطوموبيل مسدوده من اللور. الطوموبيل اللي معنا اليوم هي دي اف اس كا 01 اس، يعني كيف كيعرفوا كاع المغاربه هوندا اولا كاميونيت. غادي نخليكم تعرفوا على الشكل الخارجي وعلى بعض المواصفات ديال المحرك وداكشي، ونرجعوا من الداخل نكملوا تجربه القياده ديالنا. اذا كما شفتوا الطوموبيل اللي معنا اليوم هي دي اف اس كا، الكاميونيت ولا الميني تراك ولا الشاحنه الصغيره ديال الصانع الصيني ولا ديال الشينوا. دي اف اس كا التاريخ ديالها في المغرب ما قدمش بزاف، ما بداتش بزاف الاعوام هذه. كان واحد الموديل الاول اللي دخلت به اللي هو فيه الكالوندر بحال ديال البي ام، بزاف الناس غادي يردوا لي دابا في الزنقه. كتبان لك هوندا عندها كالوندر ديال البي ام، راه هي دي اف اس كا 01 ال، يعني طول من هذه لارج. هذه الكا 01 اس الموديل اللي معنا اليوم، يعني سمول ولا صغيره. وكاينه الكا 01 اش اللي فيها واحد البلاصه هنايا زايده واحد 40 سنتيم و 30 سنتيم فين كتخبي الاغراض ديالك من مورا الكوسانات ديال السائق واللي حداه. اذا كشكل خارجي الدي اف اس كا اللي معنا اليوم يعني جديده، فيها دي زوبتيك اون كريستال ما كانوش في اللي قبل منها، ما بقاش فيها الكالوندر فيك ديال بي ام، فيها دابا لي زونتي برويار. وبطبيعه الحال غطاء المحرك او الكابو ما كيدركش لينا غطاء، ما كيدركش لينا المحرك، ماشي كيحشم من المحرك. كاين البلاصه ديال المراقبه باش تزيد الماء ديال السوي كلاس، الماء ديال الرادياتور وداكشي الاخر. اما الموتور غادي نكتشفوه كاين تحت من الكوسانات. من الجنب كتجي المرايا بلون طونوبيل، بالحق لي بواني كيجيو كحلين ماشي بلون طونوبيل. بطبيعه الحال السينال ديال الجنب كيجي في ليزيل. لي جونط اللي معنا اليوم هما 13 بوس. عندنا القدام لي زامورتيسور، واللور كاين غير دوك العارضات ديال السسبونسيون. تقريبا وزن الطوموبيل الاجمالي 800 كيلوغرام، والحموله ديالها اللي كتبقى تهزها هي 800 كيلوغرام. والنوع ديال الحموله اللي تقدر تحطو هنايا كيف ما كان، فالدي اف اس كا كتعطيك واحد السهوله في التحميل. علاش؟ ماشي فقط الباب اللوراني اللي كيتحل بوحدو، بطبيعه الحال كتقدر تنزل هادو كاملين وكتولي عندك على شكل طابله مسرحه كتطلع فيها اي حموله بغيتي وتنزلها بسهوله اكثر. بالنسبه للموتور الطريقه ديال الحل ديالو شويه في شكل، لانه جا تحت من الكوسان. كاين هنا واحد جوج ديال القفوله، واحد الطريقه تقليديه بحال الكابو ديال جيب رانجلر، كتحلهم بجوج، كتنعس هاد الكوسان. وهو المحرك بطبيعه الحال الفلتر ديال الهواء، عندك هنا الالترناتور، وعندك جميع البلايص اللي تقدر تحتاجهم في المراقبه ديال المحرك. وبطبيعه الحال كاين نفس الحاجه حتى في الجهه الاخرى باش تشوف بلاصه ديال الزيت، باش تراقب الزيت، وطبيعه الحال الباتري، وكيف قلنا جميع المعطيات المهمه ديال الموتور. كيف كتشوفوا الموتور اللي معنا اليوم هو 4 سيلندر. انواع المحركات كاينين جوج انواع المحركات في الدي اف اس كا اللي كيتباعوا حاليا في المغرب. بالنسبه لليسونس يعني لهاد الشاحنه الصغيره ما كندويش على السوبر تراك اللي هي ديزل. ليسونس كاين 0.9 ولا 1.0 على حسب فيش تكنيك تختلف من موقع لموقع ومن بلاصه لبلاصه. دي اف اس كا كيقول لنا 1 لتر 59 شوفو ولا 60 شوفو، تقريبا الكونسوماسيون ديالهم بجوج بحال. الموتور الثاني هو 1.2 لتر 78 شوفو، كيجي في الفيرسيون مثلا اللي فيها الكا 01 اش ولا المهم اختياري، كلهم بطبيعه فيتاس 5. والكونسوماسيون ديالهم حنا غادي نجربوها، ما كاينش عندنا ان طابلو دبور اللي يعطينا كونسوماسيون الكترونيك. غنسوق الطوموبيل وغندويو اكثر على المميزات ديال المحرك في الطريق، يعني التطبيق ديالو على ارض الواقع. إذا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في قمة القيادة ديال الدي اف اس كا. كنتقل في الدودانات، علاش؟ لأن السسبونسيون فيها بطبيعة الحال شوية غير مريحة صراحة. الحمولة أكثر، إلا دزت بسرعة كبيرة ما غاديش تحس بالدودانات، ولكن من الأحسن واحد يتكيس. بالنسبة للمواصفات اللي فيها، عندنا في الجهة اليسرية البلاصة اللي كتهم السائق فيها الدوبل سينيال،
وحدها بلاصه فين كتبدل الارتفاع ديال الضوء ديال البارابول باش كتطلعوا وتنزلوا. عندنا هنا في الجهه الراديو بطبيعه الحال فيها بريز اوكسيليير اوبسيون اللي زوينه بزاف. عندنا بوطه فيتيس تقليديه يعني على حساب بحال الطوموبيلات البارتيكولير صغيورين ماشي بحال الطوموبيلات كارغو يعني ما فيهاش بوطه فيتيس هنايا في جهه تحت من الراديو. بالنسبه لمساحه التخزين عندنا هنا واحد المجر صغيور نقدر تحط فيه بزاف د الحوايج صراحه يعني كبير بالنسبه للحوايج صغار ولكن صغير بالنسبه للطوموبيل كبيره. عندنا بوطاكون حتى هي حجم مناسب مزيانه. عندنا هنايا دو بوز فيغ واحد صغير واحد كبير على حساب الحجم ديال الكوبلي ولا الكاس اللي عندك. هنايا الفونتيلاتور الفتحات ديال التهويه ما فيهاش الكليماتيزور يعني الاير كونديسيوني ولكن فيها طبيعه الحال الشوفاج لاليم سيجار واحد الصالون صغيره كاين هنايا. بالنسبه للانظمه المساعده في الطوموبيل بطبيعه الحال ما كاين حتى تقريبا حتى شي نظام مساعد. الفولون اسيستي ولكن مع ذلك كيبقى قاصح الاسيست ديالو ماشي رطب بزاف. عندنا لي بيدال حتى هما صراحه بحال الطوموبيل العاديه يعني ماشي بحال الطوموبيلات ديال السلعه وداك الشيء يعني ما قاصحينش بزاف يعني لومبرياج والفران وداك الشيء تحس بهم مرطبين. البطاريات حتى هي رطبه. بالنسبه للرؤيه في الطوموبيل صراحه رؤيه واضحه بزاف. الطوموبيل عاليه والابعاد ديالها مربعين. عندنا هنا ريتروفيزور اللي كيبين لك اللور تقدر تشوف اللور بكل سهوله. عندك هنا ريتروفيزور ديال الجناب كيبين لك ابعاد الطوموبيل مزيان بزاف وكيبين لك حتى اللور. عندك الطابريز مفتوح والكابو المساحه ديالو صغيره قد الطوموبيل دونك العبار ديالك تقدر تشدو بسهوله. اذا مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم على دي اف اس كا. بالنسبه للاثمنه تقريبا كدير 9 مليون ونص. ها بغيت عليكم بالضبط بالنسبه لكاع النسخ في الشاشه يعني الفرق ديال 9000 درهم باش تاخذ ديك الفيرسيون اش. الفرق ديال المحرك الان و 1.2 غيطلع لكم تقريبا كاع لي طاي في الشاشه. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم ديال دي اف اس كا. صراحه تجربه القياده ديالها كانت غريبه وممتعه صراحه زوينه وواحد التجربه اللي جديده. نتمنى سواء الناس اللي مهتمين او اللي مهتمينش نتوما تكونوا استمتعتوا بالحلقه. نلقاو في حلقه جديده مع طوموبيل جديده ومن هنا لتم كنقول لكم تهلاو في راسكم.